فلانة من المشاهير من غير المشاهير خلعت الحجاب. طبعا المشاهير مشكلة أن عندهم سيئة جارية أو حسنة جارية. من اقتدى بها في الحجاب أخذت حسنة جارية، من اقتدى بها في ترك الحجاب أخذت سيئة جارية. الله يعافينا يا رب. المهم السؤال، لماذا تترك فلانة الحجاب؟ السبب الأول يا جماعة الخير أن بعض البنات يا جماعة الخير لا ينظر إلى ثواب الحجاب، إلى أجر الحجاب، إلى أجر طاعة الله عز وجل. يعني مشقة الحجاب قد تكون فيه مشقة، لا ما بتكون فيه مشقة، لكن هذه المشقة يا جماعة الخير لا شيء بالنسبة لثواب المترتب على طاعة الله عز وجل. الآن لو قلت لإنسان امشي في الحر ساعتين 3 ساعات يوميا في الحر الشديد مقابل $1000 يوميا، حيمشي بالحر يا جماعة الخير وسيكون مستمتع بالحر. ليش؟ في 2000 دولار. فكذلك من كانت مطيعة لله بنفس الحجاب تتذكر أن كل يوم لها من الأجر ما يفرحها يوم القيامة. يبقى تخيل إذا كان يوم القيامة يؤتى بأكثر أهل الدنيا بؤسا، فقير ومريض وغير ذلك، لكنه من أهل الجنة، يؤتى به فيغمس غمسة أو صبغة في الجنة، صبغة واحدة بس لسه ما دخل كويس، فيقال له هل رأيت شرا قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ عمرك في حياتك تعبت؟ فيقول لا والله. غمسة واحدة في الجنة أنست كل التعب. فيا جماعة الخير، من التزم بطاعة من طاعات الله، الحجاب أو غير الحجاب، انظر إلى الثمرة، انظر إلى السعادة المنتظرة يوم القيامة إن شاء الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، في هناك جزاء وفي هناك عقوبة. ترى هذه واجب الحجاب، الطاعات ما يؤجر، الواجبات ما يؤجر فاعله ويؤثم تاركه، بس أنا في حساب، ما هي مزعج. يا جماعة الخير، أنا أتعب قليلا مقابل أن أنجو يوم القيامة من حساب وعذاب. ناحية رضية الصراحة. الأمر الثالث يا جماعة الخير، أن كثير من المحجبات يتأثر بكلام من حولهن. شكلك بالحجاب مش حلو وانت بتأثر بهالكلام. يا جماعة الخير، من لبست الحجاب ومن الله عليها بذلك وسمعت كلام الناس فلتتذكر قول الله تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وحدك جاي تذكر يوم القيامة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذه الآية متى جاءت الآية هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ثم يكون شعار ذلك اليوم: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. شوف يعني كلام الناس، كلام الناس لن ينفعني أبدا. أنا سأقف وحدي يوم القيامة. بل الله عز وجل يقول عن الأخلاء في الدنيا، أخلاء يعني مش متابعين بس، لا لا لا، بيني وبينهم صداقات قوية. ماذا يقول عنهم يوم القيامة؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. عدو، الله أكبر. إلا مين؟ إلا المتقين. شو هم كلام الناس؟ أنا يقول الناس ما يقولونهم أحرار، أنا ما يهمني هو آخرتي، السعادة التي تنتظرني هناك. وحتى في سعادة في الدنيا، أنا عندما أعلم أن هناك في أجر في الآخرة وفي سعادة في الدنيا أكون سعيد. ترى فيا بنتي يا أختي، مشهورة أو غير مشهورة، نصيحة لوجه الله تعالى: التزم جميعا بطاعة الله، التزمي بالحجاب، وأبشري يا طيبة.